مشهد ليس لأصحاب القلوب الضعيفة. كيليان مبابي يتعرض لإصابة مرعبة في كأس فرنسا جعلته يصرخ بطريقة صعبة هزت أرجاء الملعب. لاعب ستاد بريست أراد إنهاء مسيرة مبابي بتدخل مرعب، وكأنه تعمد كسر ساقه بهذه الطريقة العجيبة. مبابي قام بعمل تمويه أمام لاعب بريست واستعد للانطلاق بالكرة من منتصف الملعب، ولكن ما فعله اللاعب كان صادما ومرعبا للغاية. ساق مبابي ظهرت في الإعادة كأنها كسرت بطريقة جعلته يسقط أرضا وهو يصرخ من شدة الألم، وحكم المباراة ركض بكل سرعة ليقوم بطرد لاعب بريست الذي كاد أن ينهي مسيرة مبابي الكروية بأبشع طريقة. لقطة عجيبة من المغربي ياسين بونو ورونالدو. المغربي ياسين بونو يقوم بتصرف عجيب جعل كريستيانو رونالدو يريد مغادرة الملعب بسبب عدم احترام بونو له. لاعب النصر يمرر لكريستيانو رونالدو كرة جعلته في انفراد أمام مرمى بونو، وحكمة المباراة أطلقت الصافرة بداعي التسلل، ولكن ما حدث بين رونالدو وبونو كان عجيبا وجنونيا، حيث برغم صافرة الحكمة رونالدو أصر على ترويض الكرة وتسديدها على مرمى بونو لكي يسجل هدفا في مرمى الهلال، ولكن ما فعله المغربي بونو كان صادما لرونالدو. ياسين بونو وقف مكانه وبكل برودة أعصاب لم يحترم تصويبة رونالدو الصاروخية الأرضية، وتصدى بطريقة استفزازية صادمة جعلت رونالدو في حالة غضب هستيرية. رونالدو وقف في حالة صدمة ينظر إلى الحارس المغربي ولم يستوعب كيف لم تدخل الكرة الشباك، وكأن بونو يقول له: لن تسجلها في مرماي حتى لو كان تسللا يا رونالدو.